اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل طريقة عمل الكشري. هنعمل كده النهارده كشري مصري كده بطريقة سهلة وبسيطة وبجد تحفة. تعالوا نشوف هنعمله ازاي. انا كده معايا بصلتين مقطعهم كده جوانح، وحاطة في الحلة التانية اللي حاطة فيها حمص. طبعا الحمص ده انا سلقاه. شوف انت حابه تعمله ربع كيلو، نص كيلو، على حسب يعني الكميه اللي انت هتعمليها. انا هعمل ربع كيلو كده من الحمص وربع كيلو كده من العدس اللي هو الاسود ده، العدس ابو الجبه. فانا جايبه ربع كيلو وجايبه ربع كيلو من الحمص. فسبتهم كده يتنقعوا، وبعدين حطيتهم كده على النار واسيبهم بقى يطيبوا على جنب. وحاطه كده في الحله التانية كده حاطه زيت علشان احمر في البصل. اول حاجه طبعا هنبدا فيها هو تحمير البصل، علشان الزيت اللي هاخده من تحمير البصل اعمل بكل الاكل ان شاء الله النهارده. انا معايا كده كيلو مكرونه كده من الصغيره دي، الاصغر حاجه يعني اصغر حاجه مكرونه كده من الصغيره. جايبه كيلو، وجايبه نص كيلو مكرونه سباكيتي. طبعا حطيت ميه على النار، سبتها تغلي كويس جدا، وبعدين حطيت عليها معلقه ملح كبيره، وبعدين حطيت المكرونه. طبعا انا هقلب بقى المكرونه كده تقليبه، وبعدين اسيب المكرونه بقى تستوي براحتها. وادي البصل، انا طبعا حطيت البصل كده في الزيت. انا ما عفرتش الدقيق ببصل ولا اي حاجه خالص. انا احمره كده معاكم من غير دقيق ولا اي حاجه خالص. ادي البصل كده خد لون، هطلعه بقى كده. طبعا اول ما بحط البصل بقلبه تقليبه واحده، وبعدين ما بقلبش كده الا لما بياخد لون، وبعدين بقلب. يا حبايب قلبي، نطلع كده البصل نصفيه كويس جدا من الزيت زي ما انتوا شايفين كده. طبعا اول حاجة نبدأ فيها هي تحمير البصل، علشان الزيت اللي احنا هنستخدمه دلوقتي في كل حاجة. ادي المكرونة بتطيب كده على جنب، وبعدين هقلي الكمية التانية من البصل. طبعا دول بصلتين، احنا بصراحة بنحب البصل يعني شوية كده في الكشري، فانا عاملة بصلتين كبار مقطعهم كده جوانح كده، شرائح يعني صغيرة. اسيبها كده تتحمر في الزيت، وبعدين هقلبها. تعالوا بقى كده نعمل الصلصة بتاعة الكشري. طبعا انا هحط كده زيت من بتاع البصل. احط كده كمية حلوة كده من الزيت اللي انا حمرت فيه البصل. يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين كده. احط طبعا عليها معلقة توم كبيرة، واقلب بقى كده. انا حطيت طبعا معلقة توم كبيرة، هقلب بقى كده تقليبه حلوه كده. يا حبايب قلبي، طبعا اقلب كده لحد ما اللون يطلع، لحد ما التوم يطلع ريحته كده، ولونه يبقى اصفر، يتحمر كده تحميره كده. وبعدين احط احط الطماطم ده. ده قد طماطم، ده كيلو من الطماطم. يا حبايب قلبي، نقلب بقى كده. هنحط بقى توابل. هنحط ملح وكزبرة ناشفة، واحط كمون، واحط بهارات كده مشكلة. حطيت كده الكزبرة الناشفة، احط بقى كده الكمون، واحط كمان البهارات المشكلة. هنحط بقى البهارات المشكلة، وانا احط عليهم معلقتين من الخل، بيديني ريحة حلوة جدا. معلقتين من الخل. يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هسيب الصلصة تتسبك كده براحتها. تعالوا نعمل الرز بتاع الكشري. طبعا الكشري دي فيه تركايه كده، يعني الرز انا بحب كده اعمل له تركايه كده. انت حابه تعمليها ماشي، مش حابه خلاص. انا بحب احمر كده بصلايه صغيره، يعني للرز بحب كده اقطع بصلايه صغيره، واشوح فيها الشعريه والرز، بتديني طعم حلو وبتطعم لي كده كل حاجه. طبعا انا حطيت على التقليه حطيت عليها كده نص معلقه كده من الثوم، بتديني ريحه حلوه كده، وكأنك بجد بتعملي كشري في البيت. انا كده حطيت الزيت كده من بتاع البصل، حطيت عليه بصلايه،
وبعدين سبت البصلية كده يا دوبك بس تدبل حاجات بسيطة، وبعدين حطيت الشعرية، وبعدين سبت الشعرية تاخد لون كده وتحمر، وبعدين احط الرز. طبعا الرز بتاع الكشري انا ما بغسلهوش، انا بحب كده احطه من غير غسيل، لان انا ضمناه كويس جدا ان هو نظيف. احط بقى شوية كده من الحمص، شوية كده من العدس، هيديكي كده طعم حلو ولون حلو. هنحط بقى طبعا بقى مية، واخد كده كمان علشان اطعمه اكتر واكتر، هاخد كبشة كده من الصلصة اللي انا عاملاها اهو، معلقة كده من الصلصة اللي انا عاملاها كده على الرز، بتديلك طعم حلو وتطعمها بجد هايلة، بتخلي الرز طعمه هايل. هنملح بقى طبعا ملح وفلفل اسود، ادي الملح وادي الفلفل الاسود، وهغطي بقى عليهم واسوي كده تطيب براحتها. تعالوا نعمل هنعمل الشطة. طبعا الشطة انت عاوزاها تبقى بزيت كده ماشي، عاوزاها مثلا بصلصة طماطم بس ماشي. انا جبت كده شوية زيت من بتاع الكشري، اسيبهم كده يتقدحوا كده على النار، وبعدين بحط الشطة، اسيب الشطة كده تشوح تشويحة بسيطة، وبعدين احط صلصة من بتاعة الكشري اهو يا حبايب قلبي. هنحط بقى صلصة كده من بتاعة الكشري. طبعا انت حابة الطريقة دي ماشي، مش حابة خلاص اعمليها يعني من غير ما تحط زيت ولا الكلام ده خالص، ولا تعمليها على النار، لان بجد الطريقة دي هتوجع عينك وتوجع، يعني بجد هتوجعك يعني شوية، وبس تستحمل. الشطة هتعمل عينك بقى كده، وهتفضل كل شوية تعطسي، بس يلا. وبعدين هنعمل الدقة. طبعا حطيت طماطمية كده صغيرة، حطيتها الطماطم الصغيرة دي حطيت عليها كده معلقة كبيرة من الثوم، حطيت عليهم معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، احط معلقة صغيرة كمان من الكمون، واكمل بقى كده احط خل، وبعدين احط مية، وبعدين احط ملح وليمون اهو يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنحط بقى الملح، وهنحط كمون كده، وبعدين نحط ليمون. طبعا اتوص كده في الكمون شويه، انا بحب كده احط شويه كده حلوين من الكمون. هنحط بقى الملح ونقلب كده اهو يا حبايب قلبي. وبعدين هنحط الليمون اهو زي ما انتوا شايفين كده، اعصر كده ليمونه كبيره او ليمونتين اللي انت حابه تديلك طبعا طعم حلو. حطينا كده حطينا الدقة ليمون وخل وتوم وكمون وملح. ادي الكشري بعد ما خلص، وادي الصلصة، ادي قصدي الشطة، وادي الكشري. شوفي شكله جميل ازاي، بجد شكله تحفة. وادي الدقة، وادي الشطة. ما تنسوش بقى لايك واشتراك في القناة. باي باي.